العائله حتى من تبغيو تشوفوا اللحم شويه زيت الزيتون وهذه واحد المنسم فيها طبيعي، ويمكن نطيبوا بها في طاجين، نطيبوا فيها فين ما بغيتوا. العائله العيد قرب واحسن حاجه نقدروا نسموا بها اللحم ديالنا ونستعملوها حتى في انتصارات كما طبيعيه. هنا عندي روزمارينو اللي هو اكليل الجبل، وعندنا هذه سالفيا اللي هي سالميه، وعندنا الور ورقه سيدنا موسى. فوالا غير هي خصنا نعرفوا كيفاش نخدموا بهم بطريقه سهله جدا. شوف معايا. وباش هاد المنسم ينجح لينا مزيان من احسن نغسلوا الاوراق ديالنا الليله قبل ونخليهم حتى ينشفوا على خاطرهم والصباح نخدموا بهم باش الخليط ديالنا ما يجيش معجن. الان غادي نقطعوا الاوراق ونحاولوا ما نعملوش الجدر. اما الكميه كتبقى من اختياركم، اللي بغى يعمل كميه اكثر ديال اكليل الجبل او الكميه اكثر ديال ورقه سيدنا موسى فلكم الاختيار. انا كنحاول باش نعمل نفس الكميه كلهم بحال بحال. وما نساوش هاد الاوراق نقدروا حتى نطيبوا بهم بكثره، فهم مهمين جدا. نعملهم في الاله الكهربائيه ومن بعد غادي نضيف عليهم الملح الخشن. من احسن الملح الخشن لانهم كيساعدهم يطحنوا مزيان والخليط ديالنا كيجي ناشف. طالعه منه واحد الريحه طبيعيه واعره. وما نساوش ان هذا الملح كنخدموا به اشياء كثيره او كنخلوا به اشياء كثيره بحال البيض. كنخلوا به البيض وكنزوقوا به الاطباق ديالنا كيجي رائع، وفي نفس الوقت كيعطينا واحد المنسم رائع جدا. طريقه الاحتفاظ نقدروا نعملوه في واحد القرعه ديال الزاج ونخلوه على برا ما تيخسرش، او تقدروا تحتفظوا به حتى في المجمد ما غاديش يجمد. وما نساوش ان المجمد غادي يحتفظ لنا حتى بالنسمه ديالو. في هذه الحاله عندنا واحد المنسم طبيعي نقدروا نستعملوه في اللحم، في السمك، نقدروا نملحوا به حتى انسالاد. وفي هذه الحاله نقدروا حتى الملح ما نستعملوه. وبالنسبه للناس اللي غيسولوني واش نعملوا الملح ديك رقيقه، انا كنستعمل الملح الخشن لان الملح الخشن مزيانه وما كتكونش مالحه بزاف. هذيك الملح اللي كتستعملوا نتوما في البيت تكون زايده شويه الملوحيه ديالها، تكون فيها بزاف ديال لوميديتي، يعني تكون شويه سارده. يعني ملي غطحنوها غادي الخليط غادي يجي شويه فازك. يعني خصكم ضروري تنشفوها في الفرن. اللي ما عندوش يعني اللي ما قدرش يشري الملح الخشن يعمل ديك الملحه اللي عندكم في المنزل، ولكن خليوها تنشف في الفران على درجه 70 درجه واحد المده ديال 45 دقيقه وغتحصلوا على هذه النتيجه رائعه جدا.